السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. المدارس على الابواب، كل سنة وانتم طيبين. واكتر حاجة بتشغلنا كل يوم الصبح، هنعمل سندوتشات ايه النهاردة وهنحط ايه في اللانش بوكس. انا هعمل معاكم مجموعة من الوصفات تنفع لللانش بوكس ولسندوتشات الصبح. هبدأ معاكم النهاردة بالعيش الفينو. هنعمله بطريقة سهلة جدا ومقادير متوفرة في كل بيوتنا، والنتيجة النهائية عيش هش جدا ومستوي من بره ومن جوه واحسن من الجاهز بكتير، وضامنة نظافته وعارفة مكوناته ايه. وبكيلو دقيق بس هيعمل لك كمية تكفيكي طول الاسبوع. تعينيه في الفريزر، وقت ما تحتاجيه تخرجيه قبل ما تستخدميه ب10 دقايق بس. لكن قبل ما نبدأ، اتمنى اللي ما اشتركش في القناة يشترك، ولو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا بينا ندخل على المقادير وطريقة التحضير. يلا نقول بسم الله ونبدأ ونشوف هنحتاج ايه. معايا كيلو دقيق ابيض، ولازم يكون ابيض، استخراج 72. معلقه كبيره خميره، معلقه كبيره سكر، ومعلقه بيكنج باودر، ومعلقتين لبن بودره اختياري، ومعلقه صغيره ملح، ومعلقه خل بديل للمحسن، ونص كوبايه زيت، وميه دافيه للعجن. الميه ملهاش مقدار، نص كوبايه الزيت دي هنحتاجها في اخر حاجه، في اخر مرحله للعجن. هجيب بوله واحط فيها السكر والخميره، وهنزل عليهم بحوالي كوبايه ميه عشان انشط الخميره. الميه دي ميه من الحنفيه، لو في الشتاء هتخليها دافيه شويه. هحط عليهم كمان 3 معالق دقيق اللي هما تقريبا نص كوبايه عشان انشط الخميره، ودي مرحله من مرحله التخمير. المرحله دي اللي بتخلي العجين يخمر مننا بسرعه. ندوب كل المكونات كده مع بعض، الدقيق والسكر والخميره والميه الدافيه، وبالمره نختبر الخميره نشوفها شغاله معانا كويس ولا لا. ما تستعجليش تحط الخميره والسكر على الدقيق وتقلبيهم زي ما بنعمل في المعجنات التانية، لا، الحركه دي بتخلي قلب الفينو هش جدا وزي القطن. هغطيهم بقى واسيبهم حوالي 10 دقايق. لو الخميره كويسه هتدينا النتيجه بسرعه. بستريتش او بكيس او بفوطه المتوفر عندك، ما توقفيش نفسك على اي حاجه. هركنهم كده حوالي 10 دقايق ونكمل الوصفه مع بعض. بعد ما يفوت 10 دقايق هجيب الدقيق واحط عليه المكونات الجافه، اللبن البودره والبيكنج باودر والملح، واقلبهم مع بعض كويس. اللبن البودره بيدي طعم جميل للفينو وبيميزه عن اللي بره وبيخلي طعمه اجمل بكتير. نخلط كل المكونات كده، واضيف كمان معلقه الخل، دي بديل للمحسن. ودي الخميره بتاعتنا بقت نشطه وهتخمر العجينه بتاعتنا بسرعه، والمرحله دي مهمه جدا للفينو. هنزل بقى بالخميره كده على كل المكونات اللي معايا، وكمان شويه من الميه، ونسمي الله ونبدا نعجن. انزلي دايما بالميه شويه بشويه. وهنا ممكن تحطي زبادي، ممكن تحطي حليب، ممكن تحطي لبن رايب، اللي انت حابه تحطيه. ممكن تبدلي الزيت بزبده، اعملي اللي انت عايزاه. كل الاختيارات اللي انا قلتها لك دي هتخلي طعمه غني جدا ومغذي عن اللي بنشتريه من بره. نعجن بقى كويس كده، وننزل الميه شويه بشويه، وتبداي تعجني في الطبق بقى او على الرخامه زي ما تحبي. انا عايزاها عجينه بتلزق كده، ما تقلقيش خالص، بمجرد ما تضيفي الزيت التلزيقه دي هتروح والعجينه هتنعم جدا. انا كده خلاص هنضيف نص كوبايه الزيت، ودي هتكون في اخر مرحله في العجن، مش هنضيف ميه بعدها تاني. حطي مقدار الميه الاول لحد العجينه ما تبقى طريه، وبعدين لمي العجينه بالزيت وعجنيها كويس 5 6 7 دقايق كده لحد العجينه ما تنعم معاكي وتبقى زي الفل. شايفين العجينه سابت من ايدي وبقت ناعمه جدا ازاي؟ اديها حقها في العجن. الخطوات دي مهمه عشان تاخدي عيش فينو ناجح جدا واحسن من اللي بتشتريه من الفرن. هلم بقى العجينه واغطيها واسيبها تخمر. اغطيها برضو بستريتش كده او بفوطه او بكيس، زي ما قلت لك المتوفر عندك استخدميه. في الصيف بتقعد نص ساعه، في الشتاء بتقعد ساعه، وممكن نزود الخميره شويه. ده شكل العجينه بتاعتنا بعد ما فات نص ساعه. شايفين تضاعفت ازاي؟ تشيل بقى من عليها الاستريتش كده، شايفين مختمره جدا وجميله. ما تحاوليش بقى تخرجي الهواء ده دلوقتي، لا، حافظ عليه كده لحد ما نلفها رول مع بعض، هتشوفوا معايا دلوقتي. نجيب بقى دهنه زيت، ندهن المفرش او الرخامه اللي احنا هنستخدمها في الفرد، وانزل بقى عليها العجينه. شايفين العجينه تحفه. لفي بقى العجينه على بعضها، لفيها جوه بعضها كده، اعمليها رول. المرحله دي اللي هتدينا التوريقه جوه الرغيف. عشان العجينه كبيره عن المفرش هقسمها نصين، لكن لو انت بتستخدمي الرخام على طول مفيش داعي يعني للخطوه دي. وهبدا اشكل العجينه على شكل كوره.
الكورة دي هي اللي هتحدد حجم الرغيف. عايزة الرغيف كبير كبري القطعة دي، عايزاها صغير صغريها على حسب المرحلة العمرية لأولادك. لو كبار هتعملي الرغيف كبير، لو صغيرون انت متأكدة ان هم مش هيكملوا الرغيف صغري الكورة عشان تديكي رغيف صغير. شايفين العجينة ناعمة وجميلة جدا ازاي، مخدومة كويس في العجن والتخمير. هشكل كل كمية العجين بنفس الشكل كده. شكلت كل كمية العجين زي انتوا ما شفتوا كده. لو عاملة كمية كبيرة او مش هتفردي على طول غطيه عشان وشه ما ينشفش منك. هجهز كمان الصاج اللي هيدخل الفرن عشان لما اشكل احط فيه على طول. هجيب منديل مطبخ واحط عليه نقطتين زيت كده وامسح الصاج. وعامة الصاجان دي مش بيمسك فيها العجين ولا حاجة، فمسحة خفيفة كده من الزيت كفاية قوي. هبدأ بقى افرد. هجيب اول كرة انا شكلتها عشان تكون ارتاحت واقلبها كده، اخلي الوش الناعم لتحت وقفلة الكرة هي اللي فوق، وافرد عليها من غير اي نشابة ولا اي ادوات فرد، بايدي كده بتفرد على طول. وابدأ بقى من اول طرف العجين كده واطبقها. طبقي واضغطي، ده هنا اللي هيدينا التوريقة. شفت الرول اللي احنا عملناه في الاول وده كمان، الخطوتين دول مهمين جدا عشان يدوكي فيه هش جدا وزي القطن. واقفلي بقى الطروف كويس، والقفله دي لازم تقفلها كويس عشان الرغيف يفضل بشكله وما يفتحش منك جوه الصاج لما بيخبر المرحله الاخيره. كده قفلنا كل الطروف دي برمه كده عشان ياخد شكل الرغيف. وتاكدي كويس ان انت قفلتي الاطراف. خلي القفله دي هي اللي في الصاج، هي دي اللي تحت، والوش الناعم ده هو اللي يبقى فوق بالظبط زي ما انتوا شايفين كده. نشكل كمان رغيف. تجيبي الكوره وتقلبيها، تخلي قفلتها لفوق وافردي بايدك لحد ما تاخد شكل الدايره، وامسكي الطرف كده وطبقيه، وكل ما تطبقي مره اضغطي عليها. طريقه سهله جدا وبسيطه، والطروف دي لازم نقفلها كويس. طريقه تشكيل الفينو بسيطه جدا بس محتاجه تركيز. خدي بالك من الخطوات دي. انا كده اتاكدت ان انا قفلت على الطروف كويس. اديها بقى برمه كده عشان تاخد شكل الرغيف، وخلي الوش الناعم لفوق والقفله لتحت، ونحط في الصاج المدهون. شكلت كل كميه العيش زي ما انتم شايفين كده. اسيبها بقى في الصاج حوالي 10 دقايق، ودي اخر مرحله للتخمير. بعد العشر دقايق هعمل لها سائل للتلميع. السائل ده عباره عن معلقتين لبن، معلقه سكر، ومعلقه نسكافيه او قهوه سريعه الذوبان يعني، ومعلقه زيت، واقلبهم كلهم مع بعض كويس. ممكن تستخدمي صفار بيضه تحط عليه نقطتين خل. كده قلبت سائل التلميع، ده اللي بيدينا لون جميل قوي للعيش. هجيب بقى الفرشه وادهن وش كل ارغفه العيش دي دهنه بسيطه كده. حاولي ما تضغطيش بالفرشه على العيش عشان التخمير ما يخرجش. وفي المرحله دي انا مولعه الفرن من تحت بس على اعلى درجه حراره. لازم نسخن الفرن كويس قبل ما ندخل العيش عشان ما ينشفش مننا، وكمان حجمه يتضاعف. لو حابه هنا تحطي سمسم، حبه البركه، او تسيبيه ساده. شوفي اولادك بيفضلوا ايه واعمليه. انا كده دهنت وش كل الارغفه ومولعه الفرن، والفرن سخن جدا ومولعاه من تحت بس. هدخل بقى الصاج على الرف الوسطاني، واول العيش ما يستوي كده وياخد لون ذهبي جميل من تحت وحجم الرغيف يتضاعف، هبدا اولع الشوايه عشان ياخد اللون الجميل كمان من فوق. ولو حابه ترش على وش الرغيف سمسم او حبه البركه او شوفان
اديله تجريحه كده بالسكينه، ولازم السكينه تكون حاميه، وبرضه ندهنه بسائل التلميع. الكلام ده بعد ما يخمر حوالي 10 دقايق بعد ما يتشكل. انا هديهم رشه سمسم، رشه خفيفه كده من فوق، وسائل التلميع هيخلي السمسم يمسك في العجينه وما يسيبهاش. وهدخلهم الفرن. ده العيش حجمه تضاعف ازاي، ولع من تحت بس زي ما قلت لكم. هولع له بقى الشوايه، واول ما يستوي هنشوفه مع بعض. شكل العيش بتاعنا بعد ما خرج من الفرن تقريبا قعد ربع ساعه. لو حابه تديله بخه ميه بالبخاخ يكون جميل جدا. مش متوفر عندك غطيه بفوطه عشان يبقى طري كده من فوق وجميل قوي. شايفين التسويه؟ شايفين لون الرغيف من فوق ومن تحت مستوي وجميل جدا بالظبط زي اللي بنجيبه من بره. والطعم بقى اجمل بكتير بسبب معلقتين اللبن البودره، ودول اللي احنا رشناهم بالسمسم مع بعض. شكلهم لذيذ قوي ازاي. شايفين الرغيف يتاكل حاف. يلا بقى نقدمه مع بعض. عشان تحتفظ بيه ويكون طري كده زي ما هو وتحس ان هو طازه كل يوم، لازم تدخليه الفريزر. اول ما يبرد تعبيه في اكياس وتدخليه الفريزر، وفي اي وقت هتحتاجيه خرجيه من الفريزر بالظبط 10 دقايق على ترابيزه المطبخ كده او الرخام، هيرجع كانك لسه خبزاه. تعالوا نفتح الرغيف كده ونشوفه من جوه. شايفين قلب الفينو هش جدا ازاي، وقلب الرغيف مش معجن ولا ني، مستوي خالص وهش جدا. والتوريقه دي بسبب طريقه التشكيل اللي انت شفتها معايا. شايفين العيش طري جدا ازاي. حد يقول لي بقى عيش الفرن يفرق عن ده في ايه؟ بالعكس انا شايفه ده افضل بكتير. حاطين فيه لبن بودره مدي طعم جميل وكمان فوائد. وقلت لك لو حابه تضيفي اي حاجه تانية ضيفيها، حليب، زبادي، زبده، اللي انت عايزه تضيفيه. وحجم الرغيف برضو زي ما تحبي، عايزاه كبير عايزاه صغير، دي حريه شخصيه. تقدري بقى تعملي منه سندوتشات للفطار او لللانش بوكس، بيتحمل اي حشو حلو او حادق. عملته معاكم خطوه بخطوه وقلت لكم على كل التكات اللي هتخليه ينجح معاكم من اول مره. ودي كانت وصفتنا النهارده، العيش الفينو. يا رب تجربوا الوصفه بطريقتي وتعجبكم. لو عجبكم الفيديو تنسوش اللايك والشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.